أنتم الآن في موعد مع سهرة المرعبين. أنا اسمي سامي ومصور فوتوغرافي. كلنا عارفين إن الزمالك حي راقي وجميل، بس في عمارات قديمة هناك اللي بيدخلها بيحس إن الزمن وقف عندها عند سنة 1920 مثلا. أنا كنت مأجر استوديو في الدور السابع في عمارة مشهورة جدا هناك. العمارة دي كان فيها أسانسير قديم جدا من النوع اللي بابه حديد وبيطلع بشكل يدوي، يعني لازم تقفل الباب بإيدك عشان يتحرك. من جوه كان خشب، والخشب الغالي ده. وفي ليلة من الليالي كنت مخلص شغل متأخر حوالي الساعة 1:30 بالليل. طلبت الأسانسير ونزل ببطء جدا وصوته كان بيزيق. الواير بتاعه كان الصوت بتاعه يقبض القلب كده. المهم فتحت الباب ودخلت ودوست على زرار الدور السابع. الأسانسير بدأ يطلع، وفجأة وقف ما بين الدور الثالث والرابع. النور اللي جوه بدأ يطفي وينور تاني، والمراية الكبيرة اللي فيها ظهر الأسانسير أو اللي في ظهر الأسانسير بدأت تشبر كأن في حد بيتنفس ورايا. بصيت في المراية وشفت خيال لراجل لابس بدلة فورمال كده بتاعت زمان، وماسك في ايده عصاية من الأبانوس، بس مالوش وش أو ملامحه مش واضحة. مكان الوش كان فيه زي جلد ناعم وممسوح تماما. أنا قلبي وقع في رجليا، حاولت أفتح الباب الحديد بس كان مجنزر. الراجل اللي في المراية بدأ يتحرك ويقرب مني. سمعت صوت تكتكة العصاية بتاعته على أرض الأسانسير بوضوح. بدأت أصرخ وأخبط على الباب، وفجأة الأسانسير نزل بسرعة الصاروخ للدور الأرضي. الباب اتفتح لوحده ولقيت نفسي في الطريق كله ضلمة، وكان في ريحة زي ريحة المقابر كده. الراجل اللي ببدلة كان واقف في آخر الطرقة وبيشاور لي بإيده على إن هو جاي لي. بدأت أسمع أصوات موسيقى جاية من جراموفون قديم جاي من شقة مقفولة، وصوت ناس بتضحك وتتكلم بلغة غريبة أنا معرفهاش. حاولت أجري على السلم، بس كل ما أطلع دور ألاقي نفسي رجعت تاني للمكان اللي أنا كنت عنده، اللي هو الدور الأول أو البدرون. كان المكان مقفول عليا، وفجأة شفت بواب العمارة عم عبده كان واقف قدامي. جريت عليه وقلت له الحقني يا عم عبده. الأسانسير والراجل، وكنت متلخبط جدا في كلامي. عم عبده بصلي ببرود وقال لي انت شفت الباشا؟ الباشا ما بيحبش حد يقلقه في ميعاد حفلته. بصيت لعم عبده لقيت رجلي مقلوبة، الحوافر مكان الرجل. صرخت بأعلى صوتي وفقدت الوعي. صحيت الصبح لقيت نفسي نايم في مدخل العمارة والناس ملمومة حواليا. لما حكيت لصاحب العمارة وشه اصفر وقال لي إن العمارة دي كانت ملك الواحد من الأعيان في الأربعينات، ومات بشكل مش كويس في الأسانسير. كان هو وبنته، ومن يومها البدرون كان مسكون بأرواحهم. أنا سبت الاستوديو في نفس اليوم، ومن ساعتها لو رحت أي مكان فيه أسانسير قديم بفضل إن أطلع على رجلي حتى لو الدور 20، ولأني أجرب اللحظة اللي شفتها دي مرة تانية. الموقف اللي بعد كده بيقول فيه صاحبة القصة نورهان طالبة بتقول أنا كنت مغتربة وجاية من المنصورة علشان أدرس في جامعة القاهرة، وسكنت في بيت المغتربات في الدقي. البيت كان فيلا قديمة متقسمة لأوض. أوضتي كانت في الدور التاني، وكان نصيبي إنها جنب الحمام الرئيسي بتاع الدور. من أول يوم كنت بحس إن في حد بيبص عليا من شباك الحمام،
رغم ان الشباك عالي وصعب جدا حد يوصل له. وفي ليلة كنت واقفة قدام المراية بغسل وشي، وده كان قبل ما انام بالظبط. فجأة لقيت خصلة شعر طويلة جدا ولونها اسود فاحم نازلة من السقف وبتلمس كتفي. اتخضيت وبصيت لفوق ما لقيتش حاجة. الموضوع بدأ يتطور بعد كده، بقيت اسمع صوت مية بتنقط لوحدها او بتفتح لوحدها، وده كان في نص الليل، وصوت حد بيستحمى وبيغني بصوت واطي. سألت زمايلي اللي كانوا معايا في السكن، قالوا لي احنا بنسمع نفس الأصوات بس بنخاف نتكلم. وفي يوم كنت لوحدي في الدور، دخلت الحمام وفجأة الباب اتسك بقوة ورايا وما بقاش عايز يفتح، اتقفل جامد. المهم بدأت أشوف سواد بيخرج من البلاعة، سواد بدأ يتشكل على هيئة ست، شعرها كان مغطي كل جسمها وعينيها كانت مقلوبة. أيوة مقلوبة، مش بالعرض بالطول. قربت مني وهمست في ودني بصوت وهي بتقولي اخرجي بره، ده الحمام بتاعي. لقيت نفسي بتحدث بقوة لدرجة اني اتخبطت في الحيطة واغمى عليا، ولما فوقوني لقيت علامات صوابع زرقاء على دراعي، كأن حد كان بيضرب جسمي. عرفنا بعد كده من الجيران ان الفيلا دي كان فيها ست اتقتلت في الحمام ده من 30 سنة، وجثتها فضلت هناك لفترة لحد ما اكتشفوا ده. احنا سيبنا السكن ده فورا، بس لغاية النهاردة لما بدخل اي حمام ضلمة بحس ان في حد واقف ورايا ومستني اللحظة اللي النور فيها يقطع علشان يظهر لي من تاني. الموقف اللي بعد كده، واحدة اسمها ليلى شغالة مهندسة ديكور، وبتقول فيها أنا بحكم شغلي غاوية أنتيكات وحاجات قديمة، وفي يوم كنت بتمشى في خان الخليلي ودخلت محل صغير جدا في زقاق ضيق، لقيت براويز لمرايات خشب معمولة بالذهب، بس الخشب بتاعه كان متآكل شوية، بس شكله كان حلو جدا وأثري. الراجل صاحب المحل قال لي دي مراية من قصر مهجور، ودايما اللي بياخدها بيرجعها وانا معرفش ليه، ولو عايزة نصيحتي بلاش. انا طبعا ضحكت وقلت له انا مش بتاعت الكلام ده واشتريتها بسعر رخيص شوية. اول ما علقتها في اوضتي اللي هي كانت تحديدا اوضة النوم بتاعتي، بدأت احس ان الجو اللي حواليا تقيل وممل ومخيف، طاقة سلبية. الأوضة دايما ساقعة كمان، والكلب بتاعي كان بيرفض ان هو يدخل الأوضة دي معرفش ليه، ويفضل واقف على باب الأوضة يقعد يهوهو على المراية ويبصلها وهو مرعوب. قلت يمكن ريحة الخشب القديم أو البرواز ده جديد عليه فهو خايف منه. المهم ليلة ورا ليلة بدأت ألاحظ حاجة غريبة، انعكاسي في المراية ما كانش بيتحرك في نفس اللحظة اللي أنا بتحرك فيها. يعني لو رفعت ايدي الانعكاس بتاع الصورة اللي على المراية بتأخر ثانية أو ثانيتين. قلت لنفسي أكيد ده وهم من التعب، لحد ما جه يوم كنت واقفة بسرح شعري قدامها، وفجأة الانعكاس بتاع الصورة بتاعتي بطل يسرح شعره. أنا وقفت مذهولة، إيدي نزلت بس اللي في المراية فضلت ماسكة شعرها وبتبصلي بابتسامة مرعبة. أنا جمدت مكاني ولقيت إن الانعكاس بيقرب من الإزازة بتاعت المراية من جوه، وبدأ يلمس الإزاز بصوابعه، وسمعت صوت خربشة حقيقية طالعة من المراية. اللي في المراية بدأت تهمس بصوت زي صوتي بالظبط، لأ ده صوتي، وبدأت تتكلم وتقول لي سيبيني أخرج، انت اللي هتخليكي مكاني. فجأة النور بدأ يلعب والمراية بدأت تتعتم أو يتحول لونها للون الأسود. لفيت إيدي وفجأة لقيت إيد طالعة من جوه المراية، إيد حقيقية، جلدها باهت وضوافرها طويلة جدا،
مسكتني من رقبتي وبدأت تشدني لجوه المراية. أنا كنت بصرخ من غير صوت كأن الهوا اتسحب من الأوضة. بأعجوبة قدرت أمسك أباجورة تقيلة كانت جنبي ورميتها بكل قوتي في المراية. الإزاز اتكسر لمليون حتة، وفي اللحظة دي سمعت صرخة ست هزت العمارة كلها. صوت حاجة بتجري جوه الحيطان كأن الصوت جاي من كل حتة. المهم فضلت قاعدة في الصالة لحد الصبح وأنا بترعش ومرعوبة. وتاني يوم لميت كل الإزاز اللي اتكسر ده والبرواز ورميتهم في أقرب مقلب زبالة. من يومها أنا شلت كل المرايات اللي في البيت، وما بقتش أقدر أبص لوشي في أي سطح بيلمع أو عاكس، لأني دايما بحس إن الست دي لسه مستنية اللحظة إن أنا أقف قدام المراية علشان تظهر لي من تاني. الموقف اللي بعد كده من واحد اسمه كريم. كريم بيقول: أنا كنت بصور فيلم وثائقي عن النيل، واضطريت أأجر مركب قديمة وأعيش فيها أسبوع في منطقة المعادي عشان يعني أصور لقطات الغروب والشروق. المركب كان جميل، بس كان فيه زي صندوق أو قبو كده تحت دايما مقفول بجنزير، وصاحب المركب قال لي ما تفتحوش عشان ده فيه كراكيب قديمة وممكن يقع بيك. أول ليلتين كنت بسمع صوت خبط كده منتظم من تحت المركب، كأن في حد بيخبط بحديدة خشب على المركب من بره أو تحت المية. قلت يمكن سمكة كبيرة أو الشعب المرجانية اللي تحت في النيل مثلا. المهم في الليلة التالتة كنت قاعد على السطح بتاع المركب والجو كان هص هص. فجأة شفت حاجة غريبة، شعر طويل اسود عايم على وش المية حوالين المركب. افتكرت ان في جثة لا قدر الله. المهم نورت الكشاف ولقيت الشعر ده بيغطس ويظهر في كذا مكان حوالين المركب بسرعة خيالية. فجأة المركب مال بقوة لدرجة ان الكراسي اتقلبت، وكان في ايدين ضخمة ضغطت على جانب من المركب علشان تقلبه. المهم جريت على المكان المقفول ده او القبو ولقيت جنزير مقطوع والباب مفتوح. انا معرفش ده حصل ازاي ولا انا عملت كده. المهم نزلت بالراحة والريحة كانت زفارة سمك، يعني زيادة عن اللزوم لدرجة ان هي تخليك عايز ترجع. شفت حاجة بعد كده عمري ما هنسى شكلها. كان في كيان قاعد في ركن من اركان القبو ده، جسمه باهت وطويل ومبلول وشعره مغطي على وشه. الكيان ده كان بيطلع صوت زي تزييق كأنه بيغرق تحت مية. ولما نورت عليه الكشاف الكيان ده لف وشه، ما كانش ليه عينين، كان فيه زي قشور سمك على جسمه كأنه سمكة. الكيان ده بدأ يزحف على الأرض ناحيتي بسرعة، وكل ما يتحرك يسيب وراه أثر مية سودة أو ريحة زفرة قوية جدا. طلعت أجري وقفلت باب القبو ده وسندت بظهري عليه، وفضلت أحس بضربات قلبي قوية جدا. المهم المركب بدأ يغرق فعليا والمية بدأت تدخل في كل حتة. نطيت من النيل وعمت لحد الشط وانا حاسس بحاجة بتلمس رجلي من تحتيها وعايزة تسحبني للقاع. ووصلت للشط وانا بموت من التعب، وبصيت ورايا لقيت المركب هادي تماما، مفيش اي اثر لغرق والجنزير كان مكانه. صاحب المركب لما عرف قال لي بصوت واطي: انت شفت سكان النيل؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي ده بيظهر كل 10 سنين في المركب دي. المهم بعت كل معداتي اللي كانت على المركب واعتزلت التصوير بتاع الافلام الوثائقية فترة كبيرة جدا، لحد ما زمايلي هم اللي اقنعوني ان ارجع تاني. بس الموقف ده عمري ما هنساه.